السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مطبخ خوية، متنسوش تحطوا اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل الزيتون المخلل. ماشي يا حبايبي، تعالوا نشوف هنعمله ازاي ومع بعض. واللي ما جابش زيتون بقى يلحق يجيب زيتون، حتى لو 2 كيلو بيبقى جميل يعني. تعالوا نشوف الطريقة ونشوف المقادير ايه. بصوا معايا الزيتون اهو، ودوت جزر والفلفل. جزر انا قطعاه بص مكعبات، بحب انا اقطعه كده حبه مكعبات وحبه مبشور. ومعانا حبه البركه، ومعانا عصفر وحبه البركه، ومعانا كرفس. اللي ما بيعملش زيتون بالكرفس يجرب الكرفس بالزيتون. ومعانا الليمون هنا انا مقطعاه بصوا ازاي، اربع كده مش بواحدة، عشان ايه اللي ياكل ايه يعني حته. في ناس بتاكل حته وتسيب بقيتها، يبقى كده احسن. اهو مقطعه مكعب كده ايه مكعبات. وبصوا انا مقطعاه ازاي بقى، مش كده، لا انا قطعاه كده. هوريكم واحده. بصوا بتقطعيها من هنا كده اهي، شايفين دي اللي هي البذره كده من العكس، اكنك بتعصري ليمون على اي حاجه. تقومي شايله البذر، نقوم شايلين البذر كده، تقومي قطع بصي الليمونه كده اهي، بس تشيل البذر من الليمون عشان ايه ما يمررش. اهو اهو اقطعيه كده ماشي اهو. والزيتون انا بشقه كده كده شقه اهي كده. في ناس فيه بقى ايه، هوريكم المدق ده. في ناس تدقه تديها كده ايه بصي اهي شقه كده، عايزه تحبي كده حلو برده كده اهي كده اهو. ومعاكي المدق ده او اي حاجه اهي اهي شايفه اهي، تبقى حلوه برده. يا تشقيه بالسكينه اللي انت عايزاه. انا شقيته بالسكينه كده. وتغسلي غسله حلوه وتنقعيه شويه في الميه. كده بقى معانا الزيتون اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الفلفل زي ما هو، ولا تفتحيه ولا تعمليه. بصي لما تجيبي الفلفل، بصي الفلفل ده صعيدي، بصوا ناشف ازاي. انا عايزه بقى الفلفلايه اللي كده، دي بقى اللي تعيش مع في الزيتون، تبقى جامده كده، تبقى رفيعه. وبصوا عامله ازاي اهو. معانا الليمون اهو، كيلو ليمون ده تقطعيه. الجزر اهو كله فوق بعض. الجزر التاني ده متقطع. كرفس، بقول لك جربي الكرفس، ها بيودي الزيتون في حته تانيه. الريحه ولسه ما عملناش حاجه. نحط بقى ايه بقى، ده عصفر، تحطي حبه كده، حبه البركه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي حبايبي الصلاه والسلام. كفايه كده بس ما تزوديش بقى ايه حبه البركه عشان ما يسودش. لما بتكتريه بيخلي البتاع اسود الميه. على قد ما تقدري ما تكتريش. إيه عايزه تكتري عصفر حطي عصفر اهو. كده بقى هنجيب ايه، هريسه شطه، نجيب معلقه، وهنجيب حته توم. بصوا حته تومه اهي، عايزه تحطيه مصحح حطيه، بس لما تفرميها بتدي طعم احلى اهي. حته كده هريسه شطه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب بقى ونشوف لو عايزه تاني نحط، بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا شوفوا الريحه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم.
نحط ايه شويه حبه البركه تاني. نحط بقى ايه في برطمانات بقى. شايفين الحباش؟ وبصي ما تحطيش الليمون ني، انا حاطاه ني، ما تسلقوش خالص. زي ما قلت لكم محدش يسلق الليمون، ها الليمون ني، ولا تديه حتى غلوه ولا تقولي نص غلوه، حطيه ني. ني هيعيش معاكي. هنجيب بقى البرطمانات بتاعتنا، شايفين؟ بصوا اهو، شايفين الشكل؟ وما لكمش على الريحه بقى، ريحه جميله قوي قوي. بس كده نجيب برطماناتنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. كوني غاسله البرطمان حلو ومنشفاه. وحشاني والله يا حبايبي. لو ما جبتيش زيتون بقى روحي هاتي يلا ايه 2 كيلو كده على قدكم كده واعمليه، يبقى جميل حرش كده وحلو. واعمليه وحطيه في التلاجة، بعد ما يستوي حطيه في التلاجة لرمضان نعيشنا. اهو نقص شويه عشان ايه بنحط زيت ونحط الليمون التاني. بس كده شايفين؟ نجيب واحد تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يبقى حلو بقى كده، ايه احسن بتاع بره. محبشاه حط له بتاع ده ليمون وفلفل وجزر وكرفس وحبه البركه وعصفر، ويعني ايه حلو. عايزه تحطي فيه فلفل حطي، مش عايزه بلاش. بص احط دول في برطمان بقى التانيين وارجع لكم. اهو جبت الميه. بص انا الميه دي غلياها وخليتها تبرد. ماشي، اغلوها وخلوها ايه بردوها. ودول 3 كوبايات، 3 كوبايات خام ليمون، 3 كوبايات اهو. هنحط بقى ايه الملح، ملح الخشن احلى حاجه تخلي لي بيه ملح الخشن. بصي بقى الزيتون بيحب ملح كتير عشان هو ممرر. على كل لتر 10 معالق، على كل لتر 10 معالق ملح. بس انا هحط بالبركه. انت بقى انا قلت لك اهو على كل كيلو، على كل لتر ميه 10 معالق عشان الزيتون ممرر. عايزه تعملي التست اللي هو البيضه، لو حطيتي البيضه الطعم فوق الوش يبقى كده الملح بتاعك حلو. لو انت عايزه تعملي يعني ايه العامله ديت. بصي هو تحطي الميه بملح يعني اسبوعين كده، اكشفي عليه، افتحي دوقي الميه عشان كل ما بيقعد بيمتص الحدوقيه. ممكن يكون عايز ملح تاني تحطي له شويه ملح، ممكن ما يعوز. بس انت برضو ايه اعملي عمليه ايه استكشاف كده. بصي انا ظبطت الملح اهو كده خلاص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي ما اشتركش في القناه حبايبي يشترك في القناه، وما حطش لايك يحط اللايك وتفعلوا زر الجرس.
نجيب التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده خلاص. اه هنحط بقى ايه؟ هنحط الزيت، شويه زيت في كل حبه اهو كده اهو. اه في كل برطمان شويه زيت. بس القشر ده بقى ايه؟ انا خايل بصوا اللي انا معصراه عم نحطه كده كده فوق الوش اهو. اهو. خلاص كده اهو. التاني زيه. اهو. تحطي كله فوق بعضه اهو، سهل خالص. وتجيبي بقى اكياس بتاع التجفيف اهو كده ايه. بص هنحط ايه بقى، نجيب اكياس اهو. يعني الكيس كده ونعمل كده. نجيب الغطيان بقى كده، اقفل عليه كده اهو كده اهو. كده خلصنا اهو اهو من اهو الزيتون زي ما وريتكم، شايفين شكله اهو، يفتح النفس اهو. واتمنى يا رب يكون الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تحطوا اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.